محمود عبد العزيز هو فنان مصري عظيم، قدم إبداعًا بلا حدود في مجال التمثيل. دعوني أشارك معكم ببعض المعلومات عن حياته. البداية والتعليم. ولد في الإسكندرية في 4 يونيو 1946. تعلم في كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية، حيث بدأ يمارس هواية التمثيل من خلال فريق المسرح بالكلية. المسيرة الفنية. بدأت مسيرته الفنية في السبعينيات من خلال مسلسل الدوامة. قام ببطولة العديد من الأفلام السينمائية، وظل يقدم أدوارا مرتبطة بالشباب والرومانسية والحب والمغامرات. تنوعت أدواره في الثمانينيات، حيث قدم أدوارا هامة مثل دور رأفت الهجان في المسلسل التلفزيوني الذي يحمل نفس الاسم. الوفاة. توفي محمود عبد العزيز في 12 نوفمبر 2016 بعد صراع مع سرطان الفك. ترك وراءه إرثاً سينمائياً يضم أكثر من 80 فيلماً. 2. محمود عبد العزيز كان فناناً مميزاً وأحد أعمدة السينما المصرية. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. ورده